السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفتنا أو أكلتنا أكلة مميزة قوي بتتعمل كده في العزومات التقيلة. هي البط. هنعمل مع بعض البط. هنشويه في الفرن مع بعض. طبعا هو بيتسلق، بيتشوي، بيتعمل بأي طريقة زيه زي الفراخ بالظبط. هنعمله مع بعض إن شاء الله مشوي في الفرن مع صينية كده بالخضار. هتبقى مميزة جدا. أول خطوة عندي بعملها طبعا إن أنا بغسل البطة كويس جدا. هي حجمها معايا مش كبير قوي، يعني متوسطة كده. زي ما انتم شايفين هي نظيفة جدا، ولكن مع ذلك مش هنستغنى عن الخطوة المهمة بتاعتنا اللي متعودين عليها، وهي محلول النقع السحري بتاعنا. بجيب بولة واحط فيها مية، وطبعا المكونات كلنا عارفينها: ورق لورا وكل روائح النفاذة اللي عندي، فلفل اسود حصى، كزبره حصى، عود من القرفه، وكمان شرايح من الليمون، وحبهان. ولو مش عندك الحاجات الصحيحه او حبهان او حبوب عفوا، ممكن تستغني عنها بالبودر عادي خالص. هحط عليهم كمان كوبايه من الملح، وعليهم كوبايه من السكر، وفنجان من الخل، وعصير ليمون. انا ما كانش عندي ليمون، علشان كده حطيت نص كوبايه كده او فنجان من الليمون المركز عندي، لان ما كانش عندي شرايح من الليمون. وهدوب كل ده مع بعض كويس قوي لحد ما يدوبوا تماما. وهنزل عليهم بقى بروزماري وكمان زعتر. دي كلها روايح مميزة قوي، هتخلي البطة عندك ريحتها حلوة جدا وتشيل فيها اي زفارة موجودة. هبدأ ادوبهم بالشكل ده. وطبعا البولة عندي حجمها صغير، فطبعا هنقلها لبولة كبيرة عشان تاخد البطاية كلها معايا، وابدأ انزل فوقيها كده بالمحلول بتاعي، واسيبها بقى على قد ما اقدر ساعتين اكتر. كل ما تقعد تطلع معاكي بتنور كده ونضيفة جدا. الخطوة اللي بعد كده معايا هبدأ اقطع معاكم الخضار اللي هستخدمه للبايركس او للصينية بتاعتي، اللي انا هحطهم طبعا هفرشهم كده تحت البطاية بالشكل ده. هبدأ اجيب بصلتين متوسطين كده واقطعهم الجوليان بالطريقة دي كده، ومعاها بقى الخضار اللي تفضليه. انا استخدمت الجزر، استخدمت الفلفل الالوان، واستخدمت كمان قرن واحد بس من الفلفل الحامي. بيديها كده طعم مميز قوي كده وبيخليها حلوة جدا. ولكن طبعا كالمعتاد، طبعا دي حسب الرغبة، في ناس ما بتفضلش الحاجات الحراقة خالص. والجزر زي ما انتم شايفين كده انا مش بحبه قوي تسكيرته في الاكل، فبحط منه بس حبايه واحده بالشكل ده كده او اتنين بالكتير قوي، حجمهم صغير. واقطعهم شرايح بالشكل ده كده. والفلفل اللي عندي الالوان هقطعه جوليان برضو. وعلى فكره لو مش عندك فلفل الوان مفيش مشكله خالص، هيقضي الغرض جدا الفلفل الاخضر ويبقى زي الفل. هقطعهم برضو قطع كده متوسطه، لا صغيره قوي مكعبات ولا كبيره جدا، لا هي جوليان صغير بالشكل ده كده. هخلص كل بقى الخضار اللي عندي تقطيع بالطريقه دي كده، وارجعه في البوله تاني عشان اتبله بالتوابل اللي انا هقولها مع بعض دلوقتي. هبدا بقى انزل بكل الخضار عندي في البوله بالشكل ده، علشان اعرف اقلبهم كويس مع بعض ويندمجوا مع التوابل اللي هنحطها دلوقتي. انا هضيف طبعا الملح اهم حاجه، نخلي بالنا عشان ما يبقاش طالع او حد معانا قوي، والفلفل الاسود وكمون. واحط كمان بهارات فراخ لو عندك، والسبع بهارات. واقلب كويس كل المكونات دي مع بعض مع الخضار بالشكل ده. ورشه صغيره من البصل البودر، ورشه صغيره من الثوم البودر. دي السبع بهارات انا بجيبها طبعا من باب الشام، تحفه جدا. هقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده كده لحد ما يتقلبوا تماما ويغطوا كده الخضار عندي كله بالطريقه دي كده، عشان اتاكد انه وصل لكل الخضار واتبل وطعمه بقى حلو. هبدا اجيب البايركس اللي انا هستخدمه واحط فيه البطه عندي، وابدا كده انزل فيه بس كده بمعلقه صغيره من الزيت، وامسحها بالفرشه كويس علشان ما يبقاش فيه اي طبقه طبعا يلزق من تحت عندي في الصينيه بعد ما تدخل الفرن. هوزعهم واسويهم بالطريقه دي كده، واحطهم على النار فوق على نار هاديه خالص، يسخنوا معايا كده وينزلوا ميتهم لحد ما ابدا اتبل البطايه بتاعتي. طبعا بعد ما خدت كفايتها من المحلول، وبعد ما صفتها تماما من الميه.
بس قبل ما احطها على النار هنزل كده بايه ورقتين من ورق اللورا يعملوا ريحه معايا كده للخضار حلوه، وكمان روزماري، وهحط عود من الروزماري وزعتر، رشتين كده من الزعتر، وحبيتين بس من الفلفل الاسود الحصى، بيدوا ريحه حلوه قوي للخضار. طبعا البسله كانت عندي انا مفرزاها في الفريزر، هجيب منها بس فنجان صغير كده عشان يبقى عندي كده قيمه غذائيه عاليه متكامله من مجموعه متنوعه كده من الخضار. طبعا انت مش عندك اي نوع من انواع ديت مفيش مشكله، استخدمي المتواجد عندك في البيت، ما توقفيش الدنيا على حاجه. رشه زيت كده على الوش واحطها على النار زي ما قلنا كده على نار هاديه خالص لحد ما اتبل البطه عندي. هجيب بوله واحط فيها رشه من الملح او معلقه صغيره من الملح، وعليها معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من 7 بهارات، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة بقى كده من عند دبس الرمان بيخليها مميزة قوي. وكمان عندي عصير ليمونية بالشكل ده هعصرها كويس قوي، وعندي كمان نص برتقانة كده هعصر المية بتاعتها كلها بالشكل ده، بتدي طعم مميز قوي قوي للبط عندي. وهقلب كل المكونات بتاعه التتبيله دي كلها كويس قوي مع بعض لحد كل ما البودر عندي يدوب. وبعد كده هكمل عليهم بقى بمعلقه كبيره من الكاتشب، بيدي لمعان حلوه قوي قوي للبطايه عندي او اي مشاوي عندك، بيدي لها لمعه حلوه قوي وطراوه حلوه قوي. هجيب بقى الصينيه عندي من على البوتاجاز، وهجيب البوله بتاعه التتبيله اللي معايا احط فيها الكبده والقوانص بتاعه البطايه بالشكل ده كده لحد ما تتطعم كده كويس بالتتبيله بتاعتي. وبعد كده بقى هبدا اجيب البطايه عندي واحطها في قلبها كده الكبد والقوانص بالشكل ده، وبعد كده اقوم حطاها في نص الصينيه عندي كده بالطريقه دي كده، واحط بقيه الكبد كلها وابدا انزل بالصوص كله او التتبيله عندي كلها فوق البطايه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هجيب الفرشه وابدا اوزع كل التتبيله على البطايه بالناحيتين كده من كل الجناب كويس قوي، عشان خاطر طبعا اما يتوزع كويس هتاخد لون كويس من كل الجوانب ويبقى شكلها حلو قوي معايا بالطريقه دي كده، وتحت الجناح كده ومن ناحيتين، وهبدأ كمان اقلبها الناحية التانية واعمل برضو التتبيلة. وبعد كده هجيب سلكت السنان كلنا عارفينها طبعا، وابدا كده اثبت فيها الاجنحه بتاعتي من الجنبين في البطايه نفسها عشان تلم كده على بعضها وما تبقاش مفروده في الفرن وهي بتتشوي. والناحيه التانية كمان على نفس عملتها هعمل نفس الطريقه بالشكل ده كده. دي احتاجت معايا كمان واحدة فعملتها كده بايه بسلكتين سنان عشان تثبت معايا كويس. وهبدأ اكمل بقى تسوية كده عندي بالفرشة، وقلبتها على الجنب التاني برضو هديها بقى ايه توزيعة كويسة كده من التتبيلة عندي. بعد ما اخلص بقى كده البطاية كلها كويس قوي بالتتبيلة، هخلص بقى بالفرشة كويس قوي البطاية كلها. وبعد كده بقى انا محضرة طبق متقطعة فيه كده بصلاية 4/4، وكمان جزرتين صغيرين وفلفل، وكمان شرايح من الليمون. وهبدأ ادخل ده كله كده في قلب البطاية من جوه، بيدي كده طعم حلو قوي، بتطلع معاكي كده الخضار ده بيطلع معاكي مشوي بس بيبقى فيه كده سنة قرمشة، بيبقى طعمه حلو جدا بجد. وهجيب نص برتقانة اللي انا عصرته على التتبيلة وهقفل بيه كده البطاية عشان الخضار ما يخرجش معايا. وهبدا كده اكتف الرجول بتاعتها واربطها كويس قوي بالشكل ده كده، واحط كوبايه صغيره من الميه عليها وبس كده كفايه، الخضار هينزل بقيه الميه معايا. وزي ما انتم شايفين جوه الفرن خرجت بالشكل ده كده، وشكلها بجد وطعمها كان حلو جدا، طعمها كان مميز قوي. وكمان كانت مستويه، خدت وقت معايا في الفرن ايوه، لكن طلعت مستويه وطلعت حلوه قوي قوي. ان شاء الله المره الجايه هنعمل مع بعض طريقه السلق، برضو بتبقى بتتبيله حلوه قوي، هنعملها مع بعض باذن الله في فيديو تاني. وكمان هنقطع مع بعض دلوقتي ندوق البطايه عامله ازاي، كان طعمها ولونها بجد خطير، الكاميرا كانت ظلماها مش مبينه اللون بجد الحقيقي بجمالها. الخضار بقى اللي كان في قلبها بالشكل ده كان طالع مشوي معايا وطعمه حلو قوي. شايفين البطايه لونها حلو جدا، اللحم بتاعها كده جميل وطري قوي، والخضار متطعمها كده مخليها جوسي معايا بالشكل ده. وهبدا اخرج معاكم بقى خضار في الطبق، بصوا يعني طعمه روعه. طبعا صوص البط كده نزل عليه وكان طعمه حلو قوي فعلا. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم.
اهم حاجه الفرن بتاعك يكون كويس وبيسعف، لانها بتاخد وقت في السوا كتير. وكمان اهم حاجه تظبطي درجه الحراره عشان ما تاخدش معاكي لون سريع وتكون لسه ما استوتش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.